وعايزه توقفي تساقط شعرك وتطوليه وتخليه شكله صحي وكثيف بالمنظر ده، يبقى كملي الفيديو ده معايا للاخر. اول حاجه لازم تتاكدوا منها ان مخزون الحديد عندكم كويس جدا، وان الفيتامينز بتاعه جسمكم كويسه، وان اكلكم يكون صحي، لان لو اللي جوه مش سليم عمر ما شعركم هيتصلح من بره خالص ولا هيكون صحي ولا اي حاجه. تاني واهم حاجه بقى ان الفروه بتاعه الشعر تكون نظيفه كويس جدا، خصوصا اننا في الشتاء، فاستخدموا شامبو للقشره عشان لو بيطلع لكم قشره او اي حاجه. تالت حاجه بقى وهي انكم تستخدموا الديرما رولر على فروه نظيفه بعد ما تستخدموا الشامبو، بعدين تستخدموا الهير اويل ده من وصفه جدتي، فيه 33 زيت طبيعي من اجود وانضف الزيوت الطبيعيه، كلهم مهمتهم ان هم يحاربوا التساقط ويكثفوا الشعر ويغذوا الفروه عشان شعرك يكون صحي وكثيف ويطول بسرعه. لي فتره مستمره عليه لاحظت ان التساقط قل بنسبه 90%، لاحظت كثافه وطول في شعري، غير ان بعد ما بغسله بحس ان فروه شعري بتتنفس لانه فيه زيت شجره الشاي بينظف الشعر من اي بيلد اب وبيسيب الشعر نظيف جدا. بيستخدم مرتين في الاسبوع. اول حاجه بنغسل شعرنا كويس جدا بالشامبو، بعدين بنستخدم الديرما كده بقى بنحطه على فروه الشعر، بنسيبه من ساعتين ل3. ممكن كمان نحطه على الشعر، انا بستخدمه على شعري بينعم شعري كويس جدا وبيخليه مترطب لحد الشاور اللي بعد. حرفيا من احلى الهير اويل اللي ممكن تجربوها.